بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على السلطان، سلطان الإنسان، والسلطان عامة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وقال لإبليس وأن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هنتكلم عن السلطان بسبب ظهور بعض الآراء من بعض الشيوخ والناس اللي بتقول إن ممكن الشيطان يسرقك، ممكن الشيطان يضرك، ممكن الشيطان يعمل كذا أو كذا أو كذا. فالنهاردة إن شاء الله هنعرف إيه الحاجات اللي الشيطان يقدر يأذيك فيها سواء سرقة أو غيره، وإيه الحاجات اللي الشيطان مش هيعرف يعملها مع الإنسان، وإمتى الشيطان يكون ليه عليك سلطان. طيب النهاردة هنعرف السلطان وإيه هو وإزاي بتزوده ليك وإزاي بتبعده عنك. طب ربنا سبحانه وتعالى خلق زي ما قلنا الميزان اسم خماسي. الميزان اسم خماسي، وده آخر مرحلة من مراحل الخلق، ومعاه الميزان ومعاها السلطان. والسماء رفعها ووضع الميزان. وضع الميزان عشان يحاسب الإنسان، والإنسان برضو اسم إيه؟ خماسي. جميل جدا. وأعطى للإنسان السلطان. أعطى للإنسان السلطان، والسلطان ده بدرجات، وبرضو السلطان اسم إيه؟ خماسي. فدول كفتين ميزانهم. السلطان ده بدرجات، يعني السلطان أصلا مع الأطفال بسبب وجود الجذب لدى الأطفال، فأنت بتنجذب ليهم، فالأطفال ليهم سلطان. الأنبياء والرسل عندهم جذب فليهم سلطان، معهم آيات فليهم سلطان. تسخير ما في السماوات وما في الأرض للإنسان بدرجات، ده نوع من أنواع السلطان. طيب يبقى في عندنا السلطان وعندنا الإنسان، وخلي بالك من حرف السين في السلطان وحرف السين في الإنسان، واللي قلنا التأويل الأول ليه هو العلو والارتفاع. ده التأويل الأول. طيب في حاجة تانية، السلطان لو فضل مع الإنسان بس، الإنسان هتكون أعماله كلها خيرة، أعماله كلها خيرة بغض النظر عن مساوئ اللي هتعملها النفس. ففي اسم خماسي تالت اسمه الشيطان، وخلي بالك من حرف الشين. طيب الشيطان اسم خماسي، حرف الشين في الشيطان يقل درجة عن حرف السين في الإنسان أو السلطان. الشيطان هبط درجة، يعني آدم وهو في الجنة، الشيطان أو إبليس هبط من الجنة فأصبح له هبوط، وبسبب وجود حرف الشين في الشيطان أصبح له هبوط آخر. فآدي الإنسان وهنا الشيطان. فالإنسان بالسين وبالسلطان أعلى من إبليس والشين اللي فيه الشيطان. فالإنسان أعلى من الشيطان، فالإنسان سلطانه أصلا على الشيطان. السلطان هو كل ما يعلو الإنسان، يعني اللي هي السلطة، ولكن احنا بنقول سلطانه فيها الألف والنون الفاخر اللي هي الشمولية والعظمة. فالسلطان هو كل ما يعلو الإنسان. عشان كده احنا مثلا في مثل مصري بنقول ده لبسني السلطانية. لبسني السلطانية يعني ضحك عليا بالحكمة أو بالكيد، فاللي هي السلطانية فوق الإنسان يعني. طيب فالإنسان أعلى درجة من الشيطان، فالشيطان ملوش سلطان على الإنسان. إيه هو السلطان؟ إيه هي الحاجات اللي الشيطان ملوش في الطبيعي؟ ده الحالة العامة، ده كده الحالة العامة. الشيطان ملوش سلطان على الإنسان، بل بالعكس الإنسان ليه سلطان على الشيطان، وهنقول دلوقتي. طيب إيه هي الحاجات اللي الشيطان ملوش فيها سلطان على الإنسان؟ هو ملوش سلطان عامة. السلطان ده يشمل إيه؟ يشمل الأمر والنهي. الشيطان لا يعرف لا يأمرك ولا ينهاك. يشمل السحر، الشيطان ما يعرفش يسحر لك، لا
ده هو يعلم ناس في نفس مستواك عشان يسحروا لك. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما ينفعش يقتلك القتل، الشيطان ما يقدرش يقتلك مع انه عدو ليك. هيقتلك امتى؟ هنعرف دلوقتي لما يبقى ليه عليك سلطان. السحر والقتل، الضرب، ما فيش مثلا وانت ماشي تلاقي ألم من شيطان او من جان، الكلام ده مش موجود. والسب والشتم بصوت مسموع، مش هتسمع ابليس او الشيطان يشتمك او يضربك او يسبك بصوت مسموع. غير السب والشتم طبعا السرقة. طبعا ما ينفعش الشيطان اصلا يسرقك، لانه ما ينفعش يقتلك وما ينفعش يسرقك، ما ينفعش يعمل لك اي حاجه من الحاجات دي. ان هو يجي ويسرق منك فلوس سواء انت شايلها او مش شايلها، الكلام ده مش موجود طول ما انت في الحاله العاديه للشيطان. وان عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب والسرقه، وطبعا والحب والعلاقات. الشيطان ما ينفعش يحبك وما ينفعش يخليك تحبه او يخليك تحب حد غصب عنك. يعني ما ينفعش يتحكم في ارادتك، ما ينفعش الحاجات دي يا جماعه. لو موجوده الميزان ده يبوظ، الميزان ده يسقط، ما يبقاش موجود الميزان. طيب وارادتك والحركه، ما ينفعش الشيطان يحركك. يعني ما ينفعش يخليك ترفع ايدك او تروح مشوار غصب عنك. وطبعا الكلام، وطبعا الكلام ما ينفعش تتكلم بلسانك. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. كلام أصلا، الكلام أصلا أكبر سلطان، الكلام أكبر سلطان. فالشيطان ما ينفعش يتكلم بلسانك. فالحاجات اللي احنا بنشوفها في الأفلام دي ملهاش أساس من الصحة. كل دي بتبقى حاجات وهمية من القصص والحواديت. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. الكلام أصلا سلطان. فالشيطان ما يعرفش يعمل الحاجات دي وغيرها بقى من الحاجات. كل دي من حاجات السلطان اللي الشيطان ما يعرفش يعملها معاك. طيب احنا اتفقنا ان الإنسان إن اللي تفيد الندرة، إن ذهب إن جاء إن أكل إن شرب، إن وسين وآن. يعني إن ارتفع عظم شأنه وشمل. طيب السين دي، السين اللي في الإنسان دي مش ثابتة مع الإنسان. يعني ده إن، وإن تفيد الندرة. فالإنسان أصلا مش ثابت مع السين. الإنسان أصلا بطبيعته في مرحلة صعود وهبوط، لأن احنا أصلا هابطين على الأرض. يعني إبليس هبط وإحنا هبطنا وراه. فالهبوط ده مخلي السين دي مش ثابتة، لأن احنا أصلا على الأرض، والأرض أصلا فيها قوة جذب بتجذبك لدنيوتها. طيب فالإنسان، الشيطان ما يعرفش يطلع للإنسان، الشيطان ما يعرفش يطلع للإنسان، ولكن الإنسان بسبب التسخير اللي ربنا سبحانه وتعالى مسخره له ممكن ينزل لمستوى الشيطان، فيبقوا الاتنين على مستوى واحد. مستوى واحد مش معناه ان برضو الشيطان ليه عليك سلطان، لا، انتوا في نفس المستوى. نفس المستوى ده ممكن الشيطان يعمل فيه ايه؟ يعمل فيه المس، ويعمل فيه اللمس، ويعمل فيه حاجات كتير. ليه؟ لان انتوا في نفس المستوى. نفس المستوى ده مس ولمس وحاجات كده. انما سلطان الحاجات دي برضو لا. طبعا الكوابيس والكلام ده كله من لما انت بتقرب لمستوى الشيطان ممكن تحصل بقى المس واللمس والكوابيس والحاجات البسيطة دي حاجات خفيفة. طيب امتى يكون للشيطان سلطان على الإنسان؟ طيب فالإنسان لا يكتفي بأن هو يفضل في درجة الشيطان والشيطان يقعد يصيبه بالمس واللمس والكوابيس والتخبط وغيره والوسوسة. خلي بالكم الوسوسة بتاعت آدم
لما آدم دخل محيط الشجرة بدأت الوسوسة، غير كده إبليس ما كانش يعرف يوسوس. فهو ده نفس الكلام، لما الإنسان السين بتاعته تقل وينزل في مستوى الشيطان يعرف يوسوس له، ويعرف المس واللمس وحاجات السين ولا الكوابيس والكلام ده كله. طيب الإنسان لا يكتفي بهذه الدرجة، لا ده ممكن ينزل تاني يبقى في درجة أقل من درجة الشيطان، وده بالتخلي عن إحدى كفتين الميزان، وهي الإنسانية أو السلطانية. هلك عني سلطانية. طيب أول حاجة إن الإنسان يا إما يتوكل أو الولاية أو عبودية الشيطان. في ناس بتتوكل على الشيطان أو تجعل الشيطان لها ولي، أو في الآخر أكبر درجة تعبد الشيطان، وده موضوع هنبقى نتكلم فيه بعدين، إنه موضوع كبير. عبدة الشيطان إزاي؟ أصلا في ناس بتعبد الشيطان، إنما في ناس بتعبد الشيطان. في الحالة دي، في حالة التوكل أو الولاية أو العبودية، الشيطان ممكن يعمل حاجة من الحاجات اللي قلناها تحت. فبنسمع كتير عن حوادث قتل لعبدة الشيطان، بيبقى الشيطان اللي قتله، الشيطان نفسه هو اللي قتله. ليه؟ لأنه أصلا كان بيعبده. وهنتكلم في موضوع عبودية الشيطان وإزاي بيعبدوا الشيطان. في ناس بتتوكل على الشيطان إن هو يعمل حاجة شر في صورة حاجة خير، ده توكل على الشيطان. يعني يعمل حاجة شر، يعني مثلا بنشوف مثلا مطربين مثلا يجي ويجيب معاها رقصات ويشرب خمور وبتاع، وأكنه واصل للنجاح ده بربنا، ده طبعا بيتوكل على الشيطان، هو كذاب. ده نوع من أنواع التوكل على الشيطان. طيب فدي درجة بيتخلى فيها الإنسان عن إنسانيته، سواء بالتوكل أو الولاية أو العبودية، ودي درجات هنتكلم عنها. هنا الشيطان يكون ليه سلطان على الإنسان، يعبده، بيعبد الشيطان، فالشيطان يأمره وينهاه، وده موضوع هنتكلم عليه، يدخل فيه الماسونية السين، وهنتكلم عليه بعد إن شاء الله. طيب فدي درجات، ومعظم الناس عندنا بعيد عنها. يعني درجات ده أول حاجة أو أول سبب إن الشيطان يكون ليه سلطان على الإنسان. تاني حاجة التخلي عن السلطانية وحرف السين بالكلية، يبقى ترك حرف السين بمحض إرادتك بالكلية. الكلام ده يحصل إزاي؟ يحصل لما تعيش في الخرابات والمزابل والحمامات. الحاجات دي كلها بتهلك حرف السين بالنسبة لك، لأن الإنسان مش كده. الخرابات والمزابل والحمامات، الجنابة الدائمة. في ناس بتبقى 24 ساعة على جنابة، ده بيهلك حرف السين بالنسبة لها، يبدأ ينزل تحت مستوى الشيطان، فيبدأ للشيطان سلطان عليه. وبعد لما يبقى الشيطان سلطان عليه، ممكن بقى يسرقه، ممكن يسبه، ممكن يشتمه، وساعات بيسمع أصواته. وزي ما قلنا احنا حرف السين ده مش ثابت، في صعود وهبوط، ولكن الحاجات دي حاجات بزيادة. طبعا العراء، وده من الحاجات الخطرة جدا. في ناس تحب تقعد عريانة لفترات طويلة جدا، وتقف قدام المرايات عريانة لفترات طويلة، ده يخلي للشيطان سلطان عليك. العراء، وفيه سب الدين بصفة دائمة. سب الدين، في لحظة سب الدين انت اصلا للشيطان سلطان عليك، لان هو اصلا امرك بسب هذا الدين. لان الدين عند الله الاسلام، حرف السين في الاسلام. بمجرد ما بتسب الدين، في اللحظة دي، ده لحظة سلطان من الشيطان عليك، فبتسب دين ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا انت محتاج للدخول تاني للدين اصلا. طيب في حاجة برضو تانية، عدم الاستنجاء من البول
من البول والغائط، عدم الطهارة، كل الحاجات دي. وده طبعا بدرجات. طبعا زي ما بنقول السلطان زي ما هو درجات للإنسان، هو درجات على الإنسان. يعني في درجات سلطان للشيطان على الإنسان، وفي درجات للسلطان اللي ربنا بيوهبه أصلا في الطبيعي للإنسان. فالحاجات دي، فالسببين دول ممكن يخلوا للشيطان سلطان عليك، وبدرجات طبعا. طيب نخش بقى على ايه هو السلطان اللي ربنا بيهبه للإنسان، وازاي اصلا ربنا بيهب هذا السلطان للإنسان. احنا قلنا ان السلطان بيجي للإنسان بالفطرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام، أول حاجة خلقه بيديه، فده سلطان. نفخ فيه من الروح، فده درجة سلطان. علمه أو علم آدم الأسماء، علمه علم الأسماء، فده سلطان زيادة. أسجد له السجود، أسجد له الملائكة، ده سلطان آخر. سخر له ما في السماوات وما في الأرض، فده سلطان زيادة. فكل دي درجات سلطان، كل دي درجات سلطان. فالسلطان أصلا مع الإنسان بالفطرة بدرجات. وفي سلطان تاني بيجي بالاصطفاء، وده بيحتاج إلى إذن. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. بيحتاج إذن من ربنا سبحانه وتعالى. والإذن بيبقى للحاجات الكبيرة زي الرسالة والوحي وغيرها، والشفاعة طبعا. ففي سلطان بيحتاج لإذون، إذن من ربنا سبحانه وتعالى. هذا الإنسان ربنا وهبه سلطان، ده غير سلطان الفطرة، لا وهبه سلطان زيادة. طيب ايه هي الحاجات اللي بتزود السلطان، او ايه هي الحاجات اللي لو السلطان معاك هتبقى موجودة؟ اول حاجة الروح. في ناس زي ما قلنا الأطفال بيبقى عندهم معاهم سلطان زيادة شوية، لأن بتبقى روحهم حلوة فبيحصل معاهم جذب، بتبقى الروح لسه على الفطرة فبيحصل عندهم جذب، فبتحب إن أنت تتعامل مع الأطفال، تحضنهم، تبوسهم كده. ده جزء من الروح. يبقى أول حاجة الروح. تاني حاجة في السلطان العلم. العلم سلطان. تالت حاجة الأسماء والحروف. علم الأسماء والحروف من أكبر درجات سلطان الإنسان. علم الأسماء ده اللي ربنا علمه لآدم عليه السلام، ممكن تملك به ما لم تكن تتخيله، بعلم الأسماء والحروف. ولذلك السحر أصلا بيستخدمه في الحروف، لأنه أقوى. زي ما قلنا أكبر علم على الأرض هو علم الحروف والأسماء. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا. ملك سليمان، خلي بالك من القصة دي. ملك سليمان كان بالبسملة. ملك سليمان كان بالبسملة، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. وطبعا البه ده المدخل، ثم السين. ولذلك هو اسمه سليمان. عشان كده لما بنقول احنا اسماء الانبياء مرتبطة اصلا بقصصهم كلها، كل حرف في الاسم مرتبط في القصة. طيب ولذلك سليمان هو الانسان الوحيد الذي ملك الانس والجان. ليه؟ لانه معاه البسملة فيها اكبر اسم من اسماء الله، وهو الله والرحمن والرحيم، والاسم نفسه كله الله الرحمن الرحيم. طيب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه تحكم في شيطان في زمنه، تركه عشان دعوة سيدنا سليمان.
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فعلم الأسماء والحروف ده في حد ذاته سلطان. علم الأسماء سلطان، علم الأسماء سلطان، واللي هو التأويل. ولذلك سيدنا يوسف قال لصاحبي السجن ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى علم الأسماء نفسه سلطان. المصريين زمان، وهنتكلم في القصة دي، كانوا بيسموا أسماء ملهاش سلطان. علم الأسماء، الأسماء الحسنى ويخرج منه علم الحروف، ده في حد ذاته سلطان كبير جدا. طيب، فيبقى الروح والعلم والأسماء والحروف، وإضافة لكده الجذب. الجذب، خلي بالك إن الجذب لو الإنسان معاه سلطان هيحصل عليه جذب. الجذب ده بياخد العين والأذن والتركيز، العين والأذن والتركيز والقلب. فممكن تلاقي نفسك بتحب أو تتعلق بإنسان من غير ما تدري. ليه؟ لأنه معاه سلطان، هو معاه سلطان، فأنت انجذبت من غير ما تدري. وده اللي حصل برضو مع سيدنا يوسف عليه السلام من امرأة العزيز والنسوة في المدينة. انجذبوا ليه وهي قد شغفها حبا، انجذبت ليه ووقعت في أسره من غير ما تدري. ليه؟ لأنه معاه سلطان ومعاه علم أسماء. طيب، فالجذب من الحاجات اللي في السلطان. حاجة تانية من حاجات السلطان وهي الولاية. طبعا أولياء الله سبحانه وتعالى كلهم معاهم سلطان، كلهم معاهم سلطان. ولذلك قبور الأولياء بيبقى عليها جذب شديد لأن هي معاهم سلطان. طبعا الدعاء بيهم والكلام ده شرك طبعا، ولكن اللي فاهم عارف ان قبور الأولياء معاهم سلطان بسبب الولاية. وفي حاجة تانية من حاجات السلطان وهي الحق، وده نوع مهم جدا، وده كان مع آدم على فكرة. السلطان ده الحق. طبعا آدم كان معاه كل حاجة، فكل حاجة من حاجات السلطان كانت معاه. الحق من حاجات السلطان، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يعني لو الشخص المظلوم وليه معاه حق فمعاه سلطان، فلو دعا على الظالم ممكن يهلكه. لو وضع ايده على القاتل ممكن يضره، ايده بس كده على القاتل ممكن يضره. ليه؟ لانه معاه سلطان بسبب الحق اللي معاه. فكل دي الحاجات اللي قلناها دي درجات السلطان، دي درجات سلطان الناس على الناس او على الجان. ولكن على الجان دي تفرد بيها السين سليمان عليه السلام لوحده. فكل ده درجات سلطان الإنس على الإنس، أو درجات سلطان الإنسان في الحياة الدنيا. فكده احنا عرفنا امتى الإنسان يكون معاه سلطان، وإيه هي الحاجات اللي تدل على سلطان الإنسان، وامتى الشيطان يكون ليه سلطان على الإنسان بالحاجات اللي الإنسان هو اللي بيعملها بمحض إرادته عشان يخلي للشيطان سلطان عليه. في الغالب بتلاقي الأولين أولياء معاهم علم حق من علم الحروف والأسماء. ده الواقع اللي احنا بنشوفه في الحياة الدنيا. ما تخليش الناس تضحك عليك بالكلام ويقول لك الشيطان عمل والشيطان سوى. الشيطان عشان يبقى ليه سلطان عليك انت محتاج تعمل حاجات كتيرة قوي، منها انك تعبده او ان انت توكل عليه او ان هو يكون وليك. ودي من الحاجات المستبعدة، وبيبقى معروف، هعمل لكم حلقة عنها مخصوص مين الناس اللي بتعمل كده. في بقى الحاجات اللي بتقلل عندك حرف السين، المزابل والعراء والجنابة والحاجات دي كلها بتقلل عليك السين، فبتخلي الشيطان ليه عليك سلطان بدرجات بسيطة. ما تنسوش الشير. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.